في الفيديو ده هقول لك اقتراحات إدارة الزمالك في إن هم يفكوا القيد يعني بتاع الفريق ازاي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو متنساش على النبي، صلى على النبي، وحد الله. ولو بتتفرج على الفيديو ده في وقت صلاة روح صلي، بعد كده يبقى ارجع اتفرج على الفيديو. هيجي واحد يقول لي انت بقالك كام يوم عمال تجيب ايقاف 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 ومش عارف ازمة ايه وازمة ايه وازمة ايه، مش ما تقول لنا الحل يا عم، وقول لنا الحلول، قول لنا الإدارة بتمشي في ايه. بلاش سواد بس، عايزين نبص لنص الكوباية المليان شوية. اقول لك تعالى يا عم، انا اقول لك الحلول والحاجات اللي الإدارة بتاعت الإدارة المهوية بتاعت نادي الزمالك بتدرسها. اقول لك إدارة الزمالك عاملة أولويات لسد الديون. أول حاجة الأولوية للعيبة اللي فسخت عقدها من طرف واحد. هتقول لي اشمعنى؟ أقول لك هما من وجهة نظرهم إن هما لما يسدوا الديون للعيبة اللي هي من فسخت العقد من طرف واحد، الفيفا ممكن يا إما تخفف العقوبة بتاعت إيقاف القيد سنتين دي لسنة واحدة، يا إما تلغيها خالص. هتقولي انت مقتنع؟ اقول لهم لا والله انا مش مقتنع بالكلام ده، بس يعني احنا الغريق بيتعلق في قشاية. اقول لك طب احنا دلوقتي ممكن نبص لنص الكوباية المليان. تقول لي اللي هو ايه يا عم، يا عم انت. هقول لك انا ان الزمالك مش لازم يدفع ال10 مليون، اللي هو ما يقارب 10 مليون دولار اللي عليه، بل هو دلوقتي مش محتاج غير 3 مليون دولار يدفع. معلش 3 مليون دولار مش كده بس، هما كده بالنسبة لديون الزمالك اللي هم ال10 مليون. محتاج 3 مليون دولار بس، آه، يكون سد بيهم الديون المهمة زي ما قلت لكم، اللي هي من طرف واحد، اللي هي ممكن تبقى مؤثرة في الأزمة اللي احنا واقعين فيها. ف يعني الزمالك هيكون محتاج 3 مليون دولار بس. وبس دي يعني، بس دي عشان هو 10 يا جدعان، مش عشان 3 مليون قليلة. هيكون محتاج 3 مليون دولار بس من ال10 علشان يسوي العقود مع اللعيبة اللي فسخت من طرف واحد. في بقى كبوة كمان، رجال الأعمال اللي كانوا هيدفعوا في الأول لنادي الزمالك، اللي هم قالوا هيفكوا القيد لنادي الزمالك والحاجات دي، وهيدفعوا في فك القيد. الكلام ده كانوا قايلينه علشان لما الزمالك، عشان الزمالك يجيب صفقات جديدة ويخشوا بقى دوري أبطال وينافسوا عليه وياخدوا دوري الأبطال. بس دلوقتي الحال اتغير بوقف الزمالك فترتين قيد، غير متوقف على دفع أموال عقوبة، وليس متوقف على دفع أموال. يعني الزمالك موقوف دلوقتي فترتين قيد، ملهمش دعوة بدفعت أو ما دفعتش. فتراجعوا وجابوا ورا، قالوا ايه ما هو خلاص كده كده الفك القيد لا، مش هيفيد بأي حاجة، فخلاص مش هندفع في فك القيد. دول رجال الأعمال اللي كانوا هيمولوا الزمالك الفترة الجاية. يوسف نقول لك إن خيط النجاة الوحيد دلوقتي بالنسبة لإدارة الزمالك هو بيع خوان بيزيرا. هتقول لي يعني إيه؟ احنا لسه يعني لسه ما استفدناش منه بحاجه يعني. هقول لك هم شايفين ان هم مش عايزين يقرروا. اول حاجه غلطه زيزو. تاني حاجه لان هم محتاجين لكل قرش، وشايفين ان اخوان بزيرة هو اللاعب الوحيد اللي ممكن يجيب لهم فوق ال6 مليون دولار. وغير كده في كذا نادي ليبي وكذا نادي سعودي، والأهم في نادي إماراتي كبير بيتابع اخوان بزيرة من شهر واحد اللي فات، لسه ما بعتش عرض رسمي، بس في الأيام القادمة ممكن يبعت عرض رسمي. وساعتها إدارة الزمالك هتتخذ إجراء مش محبب أصلا لجماهير الزمالك الفترة دي، لأنك كمان هتبيع. مش هتلاقي حد موقوف قيدك، مش هتعرف تجيب حد، فهيبقى حاجة مش لذيذة خالص. بس مش عارف الصراحة، أنا مش عارف أقول إيه. بعد ما طينوها جايين بيفكروا بإيجابية، بس بعد إيه؟ بعد ما خربوا الدنيا. مش عارف بقى إيه اللي هيحصل الأيام الجاية. بس كده الفيديو خلص. ما تنساش تصلي على النبي وتوحد الله وتدوس لايك، ولو وصلت لهنا وما عملتش لايك اعلم ان الشيطان هو اللي منعك. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واعمل لايك وصلي على النبي. سلام.